بلش الجو يتغير وبلشت الموضة كمان تتغير، ودخول الموديلات على واجهات الأسواق والمحلات، زائد دخول الفرو والجلود والسكارفات. كل هالتغييرات أكيد ستايلك مواكبة. اليوم رح نتعرف شو في جديد بفصل الشتاء وعلى الموضة مع ضيفتنا البلوجر وخبيرة المظهر والأزياء روان المرزوق. مساء الخير. مساء النور، يا هلا. روان، رح ندخل بفصل الشتاء وامور الستايل والاناقه بلش هلا يوضح تقريبا. بدك تخبرينا روان بالبدايه كيف ممكن نبتدي بفصل الشتاء برايك؟ هل هو فرو جلد اللي هو؟ الفرو والجلد عنصرين اساسيين بفصل الشتاء، يعني مستحيل اول ما تتكلمين عن الوينتر سيزون اول يعني شغلتين بتشوفينهم ببالك اللي هما الفرو مع الجلد. في وايد اشياء الحين دشت يعني بالترندز اللي راح نشوفه بهالفصل هالشتاء، يعني تختلف اختلاف تام عن اي فصل شتاء طاف احنا شفناه. احنا متعودين اول الفصول الشتاء بكم سنه، يعني تقريبا 3-4 سنين، الالوان هي الجامده الكلاسيك اللي هو دائما فصل الشتاء لازم نلبس اسود، البني والرمادي. اي الحين فصل الشتاء صار فيه تحدي، صار فيه في روح الشباب اكثر. كل الوان الصيف اللي قاعد تلبسينها بالصيف تقدرين تلبسينها نفسها بفصل الشتاء، لكن مع انه يكون الليفل اوف ذا كلر يكون وورم اكثر. يعني اذا كنا بالصيف نلبس الالوان النيون سواء كان وردي او يعني بينك يلو بلو، لما نروح حق الشتاء احنا راح نشوف نفسهم البينك واليلو والبلو، لكن راح نشوفهم شويه على الورم. يعني البلو راح نتحول حق الرويال بلو، مو مثل ما قاعد نشوفها بالصيف مثلا البيبي بلو مثلا. لما نيجي حق اليلو ما راح نروح حق اللمن، راح نروح حق اليلو اللي يكون هو مثل الشمس شويه لونه. فهو هذا اللي الحين قاعد يميز الشتاء. الحلو باستعدادات الشتاء يفضل انكم تستعدون قبلها على الاقل بشهرين. ملابس الشتاء شويه تكون اغلى ومور اكسبنسيف لان بحكم الماتيريال اللي قاعد تستخدم، ففي وايد ناس يعني ما يمديها تشتري كل الاشياء. فانا دائما انصح انه جست بي بريبيرد قبلها بشهرين. اول شيء درسوا السوق، شوفوا شنو الترندز، الفاشن ويكس اللي قاعده تصير، الفاشن شوز، شنو وين الديزاينرز، شنو اللي هم قاعد يوجهونا عليه، وتقدرون تلقون شيء بديل. بالذات كمان مثل ما عم بتقولي انه الفرو والجلد وهالامور هيدي بالضبط اكسبنسيف كثير، والواحد بيعطلها يمكن بيقول بدي اشتري فرو يكون غير شكل. بالضبط. حلوه هالنقطه انه الواحد يستعد قبل بكم شهر. هل انه من الاتيكيت روان انه نلبس جلد وفرو مع بعض، ام الموضه ممكن تكون هيك؟ فشو رايك كمان؟ الفرو واليلد جدا، يعني لما احنا يعني نمزجهم مع بعض يعطينا كومبينيشن روعه. لان لما اني نتكلم عن الفرو احنا بس نشوفه في الشتاء، اما الجلد نقدر نشوفه بالاوتم اللي هو فصل الخريف. فلما انت تبي تستمرين تلبسين الجلد بفتره الشتاء عفوا، خلينا نحط مثال، تبين انت تطلعين باللوك الكاجوال شيك، فنقدر احنا مثلا نلبس الليجنجز اللي يكون من اللذر ونحط عليها مثلا فيست الفرو. لما الحين بنكون عندنا دعوه عشاء، دينر مثلا، بارتي، او احنا عندنا يعني اني ايفنت بالليل، مجرد ما انت تلبسين السكيرت تكون لذر. طبعا الحين حتى السكيرت اللذر اختلفت موديلها هالسنه ب 2014، صار فيها لازم يكون فيها زبر، يكون فيها قاعد نشوف فيها زراير، ما هي مثل الاول البلين السكيرت اللذر. فنقدر نلبس هم اللذر السكيرت ونحط معاها الجاكيت الفرو. هو لبس الشتوي روان كثير في اناقه وفي شياكه جدا. شو ما تلبس الوحده بتلاقي حالها مرتبه كذا. بالضبط. مزبوط. خلينا نحكي عن السكارفات روان، شو رايك بالسكارفات؟ وين بنلبسها بفصل الشتاء؟ شو هو الانسب؟ على شو بتتلبس؟ شو الاحلى والافضل يطلع اللوك مرتب؟ الاكسسوارات بالشتاء احنا نشوف اختفاء يعني كبير، بمعنى يعني تقدر نشوف انه تقريبا هو قاعد يختفي. النكلس بالشتاء، لان انت قاعد تغطين اساسا هالمنطقه كلها بالسكارف، فتصير هني دور السكارف ان انت كل ما ابدعتي بالسكارف اكثر بين جمال الاوتفيتس كله. انصح ان يبتعدون نهائيا عن اي سكارف بلين، لان الالوان الحين صارت حلوه، واساسا موضه هالشتاء اساسا كلها برنتس، اول اباوت برنتس، ماكو شيء بلين. فالسكارف يفضل انه يكون هم نفس الروح. المبكر حلو، مع يكون السكارف كل ما كان اكبر. طبعا احنا قاعد نتكلم عن اوفر سايز سكارفز، لان السكارف الحين قاعد يصير ان ناخذه على اساس نلفه كامل. فيفضل انه يكون اوفر سايز سكارف، يفضل يكون مخطط مبكر بالوان زاهيه.
يعني انه يطغى على يعني هو بالضبط يكون السكارف هو مغطي يعني المنطقه العلويه كامله يعني ما تشوفين ولا شيء بالمنطقه العلويه نهائيا، لانه صار الاوفر سايز، صار السكارف الحياكه بالحياكه العريضه الكبيره، الصوف العريض، فهو هذا الحين اللي دارج اكثر. حلو، خلينا نشوف رايك الشوز مع الباج مع هيدي الامور اللي في بعض الناس ما زالوا لازم يكونوا مع بعض ومثل بعض. وشو رايك كمان انه بالموضه هلا اللي كمان عم تدرج شنط فارو هيدي الامور؟ فاحكي لنا هيك بالمجمل، بدنا نستفيد منك بكل شيء. اول شيء ان احنا زي ما بالكويتي التطقم، ان انا اطقم البدله، اذا لابسه انا اليوم ابيض راح تكون الباك بيضه، راح يكون البلت ابيض، راح يكون تكرمين الشو ابيض. لا لا لا، يعني لا حد يسوي بقنو، انتهى الموضوع. ما في شيء ان الحين انا عشان لابسه هالالوان لازم ادور درجات مقاربه لها. هذا كان على زمن مثلا يعني والداتنا بالتسعينات كان دارج، لكن احنا بس دشينا الالفينيات انتهى هالموضوع. الحين انت تقدرين تضيفين هالتويست على الاوتفيتس نفسه، ان انت تركبين الباج مع الشود توتالي ديفرنت كلر، تكسرين تحطين انت فاصل حق البدله كامله. فمثل الحين يعني اليوم انا لابسه الجمب سوت سكرين، بس انا كنت اقدر اكمل اكسسواراتي بالسيلفر بما انه او الجولد، لكن انا فضلت اني احط عليها بيربل شويه. يفضل بيربل، وكمان اللي يمكن الاظافر لون غير بالضبط، بس ملفتين، بتحسيهم حلوين كثير مع بعضهم. بالضبط، هذا هي على ذوق السيده نفسها، هي شنو الالوان اللي ترتاح لها، شنو تفضل ان هي تركب لون مع لون. فماكو قاعده ان هذا اللون، اول كان فيه قاعده ان هاللون ما يمشي الا مع هاللون. مثلا عندنا اول نشوف دائما الاحمر مع الابيض مع الاسود، الحين لا، الحين تقدرين تلبسين الاحمر تلبسينه مع الوان ثانيه، مو شرط مع يا اسود يا ابيض. بالنسبه حق الاكسسوارز اللي هو سواء الشنط ولا الشوز وكذي، الفرو هذا this is a must item to get. يعني الحين الفرو يعني as much as you can get من الفرو just do it. وايد نشوف دور يعني دور عالميه، يعني دور ازياء عالميه خذوا هالكونسبت من هالموضوع. عندنا فندي مثلا، فندي نزل كولكشن كامل، الباغز كلها حازه الوينتر يكون كله باي فر. الكي تشين الحين الماستر مال نفسه نفس الشيء فندي. الشوزز نفس الشيء والهيلز. فانا اتوقع الفرو يو ويل نيفر جيت رونج، يعني باي مكان تحطينه راح يطلع حلو. حلو، مسيطر يمكن الفرو هلا. تام يمكن هو قاعد ينافس شويه الجلد، فراح نشوف شويه ان الجلد راح يكون يعني بالمرتبه الثانيه بالنسبه حق الفرو، لان الحين حتى الفرو مثل ما تطرقنا قبل قلنا الفرو كان قاعد يكون اغلى، لكن الحين طلع في بدائل حق الفرو بحيث ان تكون ان هي افوردبل حق الكل يقدر يشتري الفرو. وكان صار في الوان، صرنا نشوف الفرو من اليلو، البينك، الريد، البيربل، فقاعد يخلي يعطي مجال حق السيده ان هي تبدع اكثر وتصير اكثر اناقه بالشتاء. بيجذبك الفرو، بيقول لك انا شتوي يعني باي مي، يعني روح اشتريني واستمتعي وانت لابستني. يعني ما كان الفرو اول كان للسيدات، يعني سيدات الاعمال او السيدات الكبيرات بالسن شويه. الحين تلقين انت تقدرين تلبسين حتى اذا كنت انت صغيره وتضيفين عليها لمساتك الخاصه بالستايلج ويطلع المنظر نهائيا مختلف. مزبوط كلامك. هلا درج كمان بفصل الشتاء اشياء كثير من الشوز، العالي القصير بيكون مفتح عند الركب، يعني كثير اشياء وستايلات بالضبط. بس التعليق او السؤال بده يكون شو رايك او شو بتشوفي موضه اكثر؟ هل انه الشوز بكعب عالي سواء كان بوت او انه بوت شورت او شيء، او انه لازم يكون فلات؟ شو هو هلا الموضه الدارجه اكثر، او حسب الملابس يمكن بتقولي افضل؟ لا الحين انا وايد انصح، ادري في وايد يعني بنات ما ترتاح بالكعب العالي وعندها مشكله، وانا واحده منهم. يعني ما ارتاح بالكعب العالي لانه متعب، وكل ما ارتفع يعني ارتفاع الكعب يكون هم يعني متعب زياده، مع انه هو في مثل يقول كل ما رفعته يعني السنتيز بالكعب كل ما صرتي اشيك. الحين انا افضل، وهي هذه الموضه اللي دارجه الحين، البوت يكون بكعب. خلينا نحكي كمان عن الجاكيت. روان، الجاكيت هلا كثير مهمه وبفصل الشتاء. خلينا شوي نحكي عن المتناول اليدين مثل ما بيقولوا، انه الجاكيتات على طول
صح. بالشتاء. فشو رايك بالجاكيت؟ هل لازم تكون مناسبه؟ لازم تكون كمان نفس الشوز والباج مختلفين؟ فشو رايك؟ افضل يكون مختلف، وبالشتاء يتغير طريقه لبسك للجاكيت. بالصيف احنا نلبسه عادي از جاكيت، وحتى البليزر يلبسه از بليزر ويتسكر الزراير ويصير انه هو از يعني از فورمال از يو كان سي ات. بالفصل الشتاء يختلف استخدامة الجاكيت. الجاكيت انت ما راح تلبسينه، الجاكيت يعتبر قطعة اكسسوار، بحيث ان انت راح تحطينه على كتافك فقط. فانت تلبسين الدرس انزين، والجاكيت يكون محطوط على الاكتاف بدون لا انت يعني تلبسينه كلبس كامل، وينتهي دور الجاكيت لهني. طبعا الجاكيت انا ضد من اول ما طلع هالنوع من الجاكيتات القصيره، لان الجاكيت القصير في حكم انه لازم انت تعرفين انت وات بادي شيب يو ار، يعني ما تقدرين انت اذا كانت سيده مليانه تلبس لي الجاكيت القصير، لان هذا راح يركز على منطقه اللي تكون الجسم هو المليان فيها. الحين يفضل الجاكيت يصير طويل ينزل الى الخصر، وكل ما طال طبعا يكون يفضل. الفرو، الصوف، وعندنا طبعا الجلد. طبعا احنا نروح ونرد على الفرو والجلد، لكن this is the season، يعني هو هذا اللي راح يصير مع الجاكيت. نحن بننطر الشتاء عشان نلبس بالضبط، روان. بما يعني ان احنا فصلنا بالكويت جدا، يعني كلها 3 اشهر يعني شو وقتين هلا ننزل نعمل شوبينج. انا خلصت الحمد لله. وكمان في نقطة كتير مهمة، إنه بدنا نطلع بشكل شيك كتير طبعا، بس بقماش أو قطع صوف تكون بسيطة، تكون ناعمة. كمان أعطينا أفكارك كيف حتى نطلع بأكثر شياكة. اوكي، الصوف عندنا راح يصير نوعين. طبعا أنا ما أفضل تكون السكيرت صوف نهائيا. الصوف تقدرون تستخدمينه بشغلتين، هو الجمبر اللي هو السويتر اللي تلبس، ودائما هذه مشهوره نحصلها باغلب المحلات بجميع الالوان. فالجمبر متى ما لبس الجمبر اللي هو السويتر وتكون صوف، معاها مثلا سكيرت نلبسها الميني سكيرت مثلا ولا الميد سكيرت، لان سوري الميني سكيرت الحين راح تختفي تقريبا وما راح نشوفها مره ثانيه الا فصل الشتاء، لان تم تبديلها من الميني سكيرت للميد سكيرت اللي هي تكون لنص الساق بكل انواعها، سواء ميتاليك سواء ليذر سواء الجليتري سكيرت وحتى الصوف. لكن انا افضل ان الصوف يكون فوق احسن واخف من انه يكون تحت بمنطقه اللي يعني فوق صوب الليجز. الصوف الدرس وايد حلو وايد شيك بالمنظر، لانه هو اساسا الصوف كماتيريال هي هيفي ثقيله، فهي تعطيك هذا الثبات ان انت لما تلبسينها انت قاعده تمشين وانت واثقه من نفسك، مو مثل ملابس الصيف تعطيك روح الخفه شويه، وان انت تقدرين تكونين كاجوال اكثر من ما انت شيك. مزبوط. كلمه اخيره ونصيحه لكل بنت بدها تبلش هيك تحضر لفصل الشتاء تكون على الموضه والستايل. اول شيء خد تشوف شنو كان هي منو متبقيات الشتاء اللي طاف من عندها، تبلش تشوفهم وتحاول ان تفرز وتبلد جرد شنو الشيء اللي راح ترد تلبسه في مجال انك تلبسه، والقطع اللي هي ودها ترد تلبسها لانها ما استمتعت فيها في فصل الشتاء اللي طاف. خد تابع تشتري ماجازين، تشوف الفاشن شو وتسوي ميكس اند ماتش، لان انا ارفض ان الودروب كامل يعني يتغير ونبدي فيه من جد وجديد، لان اول شيء هذا مكلف للبادجت، ثاني شيء راح تتشتت افكارك في السوق. فخلي يكون عندك ستايل، يعني حطي بالك انا ابي هالستايل امشي فيه طول فصل الشتاء وبلشي تسوق. حلو، نقطة كمان كتير حلوة ومعلومات كتير مهمة. روان، شكرا لك على هذا اللقاء وهالمعلومات. حبيبتي مشكورة، شكرا على الاستضافة. مشاهدينا خلينا نطلع دقائق بسيطة وبنرجع من بعد البريك.